جريمة من أبشع الجرائم اللي أنت ممكن تشوفها أو تسمعها في حياتك. الشاب اللي أنت شايفه معانا ده اسمه الشاب محمود أشرف. تم التخلص منه من عديله طبعا اللي هو جوز أخته. طبعا ربنا يرحم محمود. الحكاية بدأت إن محمود أشرف بيسفر ناس بره في إيطاليا، وطبعا السويسي واخواته طلعوا اتكلم عنه السويسي امبارح ان محمود اشرف ده اللي اسمه الشوتش، محمود اشرف الشوتش ده كان سبب ان اخوات السويسي يسافروا. والسويسي امبارح طلع اتكلم عليه. ربنا يرحمك يا محمود. محمود اشرف تم التخلص منه من عديله اللي هو جوز اخته، بسبب ان جوز اخته كان بيضرب اخته. فالمهم محمود كان بيتدخل علشان يفض طبعا النزاع ويفض المشكلة. طبعا ما يشوف اخته بتتضرب فاكيد لازم يتدخل عشان يفض المشاكل اللي بينهم. محمود اشرف كان بيعاني من مرض السرطان، مرض الكانسر، ووالده تبرع له بالنخاع الشوكي. وطبعا محمود من الشباب المحترم جدا في منطقة السيوف في اسكندرية، شرق اسكندرية، وسط اسكندرية. محمود من الناس المحترمة جدا اللي بيخدم الناس جدا. وطبعا السويسي طلع شهد له برجولته وجدعنته. طبعا التخلص منه جه ازاي؟ طبعا لما حصلت المشاكل وفض محمود المشكلة روح بيته. المهم القاتل المجرم اللي هو عزيله اتصل بيه وقال له عايز اقابلك. المهم محمود كان بره هو ومراته، رجع لقى الباب بيخبط. طبعا عتيله كان محضر له، كان شايل السكينة في جنبه. المهم خدوا نزلوا فين؟ في تحت العمارة، يعني مدخل العمارة. المهم راح عديله مطلع السكينة وادى طبعا لمحمود اشرف اللي انت شايفه معانا ده الشهيد المحترم، اداله 16 طعنة. تخيل يعني الراجل تديله 16 طعنة بسبب ايه؟ بسبب الغيرة والحقد، بسبب ان هو كان عايز يسافر. وطبعا ما اعرفش كان في مشاكل ما بينهم، هو شاف ان هو ما يستحقش ان هو يسافر. فالغيرة والحقد طبعا يا جماعة اوسخ شيء في الدنيا. اللي يحقد عليك طبعا الحقد والغيرة. عشان محمود ما سفروش، راح طبعا جابه في العمارة تحت عنده بحيث ان هو جاي يقعد معاه وغدر بيه. ده شهيد الغدر، شهيد الغدر والخيانة. محمود أشرف شهيد الغدر والخيانة. محمود اداله الأمان عادي، جوز أخته ونازل يتكلم معاه مش مديله إخوانه. راح مطلع السكينة في مدخل البيت يا جماعة. 16 طعنة، 16 طعنة. المفتري حسبي الله ونعم الوكيل فيه. احنا بنطالب الجهات الأمنية بحق محمود أشرف، لازم يرجع، لازم يرجع، لازم القصاص، لازم المجرم ده ياخد عقابه. واداله 16 طعنة. ولما الناس طبعا الجيران اتلمت قال لهم الحمد لله انا خلصت منه. طب هو عمل لك ايه؟ كل ده عشان الحقد والغيره. حسبي الله ونعم الوكيل. ما تنسوش يا جماعه تشيروا الفيديو ده عشان نقدر نجيب حق محمود اشرف، وحق محمود اشرف لازم يرجع.